فرحونا والله بعدني ما فطرت. اوه يا ويلي على الوك اوت. اوب 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 أوب. مين هذا السي بي؟ اوه يا اخوان والله هاي المكافآت راح نشرح كيف تجيبها او كيف تحصل على ميسي وكريستيانو مجانا بالطريقة. عزيزي المتابع، احضر ما لذ وطاب واستعد للمتعة اللانهائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب القلب، معاكو جاك من قناتكو جاك شوت، ورجعت لكم مقطع جديد، مقطع ناري حراري. اعمل لايك كومنت فعل زر الجرس، اتشقلب وتمقلب وجيب شغلة زاكية لأن المقطع دسم جدا. قبل أن نبلش يا أخوان صلوا على رسول الله واذكروا الله يذكركم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولا تنسوا إخوانكم من الدعاء، الله ينصرهم ويكون معاهم، اللهم أمين يا رب العالمين. وأكثر من الدعاء يا أخوان. ودائما أذكركم يا أخوان وأذكر نفسي، الألعاب لا تلهيك عن صلاتك، وردك اليوم من القرآن، رضا والديك وذكر رب العالمين، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. طيب حبايب القلب، ان شاء الله تكونوا في اتم الصحة والعافية، ان شاء الله تكونوا بخير. اشتقت لكم جدا جدا جدا. اعمت لايك ما انت يا عمري يا اخوان، اللايك الكومنت خلينا نفجر المقطع هذا نار وشرار حبيبي والله. راح اشرح لك يا صديقي كيف راح تحصل ميسي وكريستيانو، فركز معاي بالفيديو هذا وطقطق لي اذانيك يعني انت فاهم كيف. جيب شغله زاكيه يا عمي، روح سوي لك سندويشه، وقف الفيديو جيب سندويشه، يلا ماشي صحتين. ونبتدي يا اخوان بالواجهه. الواجهه جميله للامانه، عمك كرويف وطبعا يتبدلوا كل شويه، فيعني الجولد مع الاسود مع اشي فخامه، لا جد فخامه. خلينا نروح هسه على حدث البلندور وما ادراك. يا البلندور، الكره المسروقه والمنهوبه، لا يلا ماشي. طيب شباب، اول ما تفتح البلندور عندك كان راح يكونك بالمقدمه، طبعا كعاده الشركه راح يحطوا لك تصريح النجم، وعندك ريفالدو 105 سنه مع اعزائي المشاهدين. ولكن يا صديقي انتظر انتظر وانتبه الى الخدعه. طبعا بطاقه ريفالدو يا اخوان، بعيدا عن انه البطاقه مش 105، هو يعني مرقى الى ال 105. البطاقه او ريفالدو من البطاقات الناريه جدا، جربته بالال دبليو قبل فتره، جربته كان معي بطاقه حتى مجانيه، عباره عن كارثه. والسلبيه يا اخوان اللي انا ممكن اعتب عليها على الشركه، المفروض تخلي البطاقه 105 مش بطاقه مرقيه الى ال 105. لكن ما علينا، طبعا التصريح موجود. بطاقة اوفر 105، وراح يكون في معاها طبعا دياز، روبن دياش. وين راح باوفر ال 101، مركز السي بي. برتغيز هذا رهيب جدا، دفاعيا قوي. فهذا هو التصريح البلندور. خلينا نروح او خلينا نبلش بالجد يا اخوان. وهان عندك المقدمه وقسم المقدمه، وزي ما انت شايف الظاهره ورونالدينهو الاساطير وما ادراك. هانا شباب راح يكون في عندك اول ما تفوت القسم هذا راح يكون في عندك مكافآت. شو كاتب لك؟ كاتب لك يا صديقي العزيز، عملت لايك يا اخوان، اللايك كومنت يا اخوان، خلينا نوصل المقطع هذا 1000 لايك، الله يسعدكم حبايب قلبي، تستطيعوها والله تستطيعوا. طيب خلينا نكمل يا اخوان. يقول لك استرد احدى الحزم الثلاثه بعد الاستحواذ على 4 اسابيع من مكافآت المتجر الاساسي. ركز معاي، راح نشرح الموضوع حبه حبه. طيب يقول لك راح تسترد واحدة من الحزم هاي بعد ما تستحوذ على 4 أسابيع، وانت تستحوذ على مكافآت المتجر الأساسي. راح نروح على المتجر الأساسي ونشرح لكم الموضوع هذا. حاليا انت بعد 4 أسابيع من استحواذك على المكافآت المتجر الأساسي يطلع لك الحق انك تاخذ واحدة من الحزم هاي. شو الحزم هاي يا جاك؟ شوفت عينكم، اول حزمة راح تكبس عليها زي هيك يا اخوان، وراح يكون في عندك ميسي وما ادراك. هي البرغوثة طبعا الاسطورة ميسي ومعاه الشله هاي كلها، يعني راح تاخذهم كلهم، ميسي، مارتينيز، ديبالا يعمل حاله، الفاريز، هذول كلهم إلك. تخيل يعني ميسي وكمشة لعيبه. الباكج الثاني يا صديقي العزيز راح يكون معاك الأسطورة كبير المهاجمين والهداف التاريخي لكرة القدم الدون كريستيانو رونالدو، ومعاه شلة البرتغيز. وراح يكون يا اخوان معاه برناردو سيلفا وبرونو، وفي عندك جواو كانسيلو، هذول كلهم تاخذهم مع بعض مع كريستيانو. انت متخيل الموضوع؟ او اذا انت مش حاب او مش جاي عبالك، في عندك هنا نسخ ماسكيرانو، 3 نسخ ماسكيرانو. طبعا اكيد الاغلبيتنا راح يختاروا ما بين ميسي وما بين كريستيانو. هاي المكافآت راح نشرح كيف تجيبها او كيف تحصل على ميسي وكريستيانو مجانا بالطريقه. ركز معاي، خلينا نكمل هسه ايش، نكمل شرح الحدث. قاعد اشرح لك بالتفصيل يا صديقي العزيز وحبه حبه، يعني حبيبي والله غير انا ما احشي البلندور دجاج محشي، يلا ماشي.
طبعا هان يا اخوان يقول لك الانتقال الى الفصل، في عندك هنا بيست وعندك مولر، نكبس عليهم زي هيك، تضغط على الكبسه هاي راح يحولك. طبعا انا يعني قاعد اشرح لكم اول باول عشان انت تكون عارف يا صديقي العزيز شو تعمل. هان راح يفتح لك قسم المكافآت، ركز معاي، فتح لك القسم ودانا على قسم المكافآت. طيب خلينا نرجع على الرئيسيه شوي. وهان يا اخوان راح يكون عندك مولر وعندك بيست. طبعا لما نحط انتقال الى الفصل راح يوديك على قسم المكافآت. خلينا نكمل وراح نروح عليهم هسه شوي، راح نروح عليهم على قسم المكافآت، بس كمل معي يا صديقي العزيز. هان يا اخوان راح يكون في عندك الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع، الحدث 4 اسابيع 30 يوم. فراح يفتح بعد 9 ايام. طبعا هذا الفصل الاول. الفصول الباقيه زي ما قلنا راح تفتح تباعا، وهان عندك الاقسام على اساس تروح عليها مباشره. طبعا يا اخوان مولر وبيست راح نشوفهم بقسم المكافآت. خلينا نكمل يعني اذا كبست على الانتقال راح تروح على قسم مولر وبيست، لكن خلينا نروح على القسم الثاني اللي هو القسم الرئيسي او الرئيسيه. وهان راح يكون في عندك يا صديقي العزيز مشاهده اعلانات عشان تحصل تذاكر التصويت. شباب التوكن تبعت الحدث اللي هي تذاكر التصويت، يقول لك يمكن الحصول على هذه من فصول البلندور والمهام والمتجر، ويستخدم لمقايضته مقابل المكافآت في الفصول. يعني هاي هي التوكن تبعت الحدث، ركز معاي. هان في عندك طبعا تشتريها مشترى باف سي بوينت، طبعا ما حدا راح يشتري، احنا ما نشحن. وهان تشاهد بالاعلانات، ويوميا لازم تشاهد الاعلانات وما تخلي ولا اعلان يفوتك عشان تحصل اكبر كم من بطاقات البلندور. هان في عندك بالرئيسيه وبالقسم هذا الثاني اللي هو التذاكر او اربح تذاكر التصويت، يقول لك اكمل العاب المهاره والمباريات لتربح تذاكر التصويت. هان راح نلعب مباريات ومهمات كالعاده، مسارات طبعا راح يكون في عندك، وفي عندك مباريات. وهان راح يكون في عندك بالنهايه 150 تذكره. طبعا هاي تتجدد يوميا المهمات، فضروري تجمع التذاكر هاي وضروري تلعب يوميا. طبعا يا اخوان احنا بالاسبوع الاول كمان راح يكون في عندك مهام. هان شو يقول لك الاسبوع الاول؟ يقول لك اربح المزيد من تذاكر التصويت باكمال العاب المهاره والمباريات في احد المسارات. راح يكون في العاب مهاره يا اخوان كالعاده، وراح تمشي بالمسار يا صديقي العزيز، وراح يكون في عندك كمان جوائز لعيبه. وهان بدك تنتبه يا صديقي العزيز، راح تمشي هان وتمشي يا صديقي العزيز لما توصل لهان. لما توصل لهنا في عندك يقول لك يمكنك اختيار مسار واحد فقط وتربح المكافأة النهائية الخاصة بك، وحالما تم الاختيار لا يمكن إلغائه. شو معنى الحدث هذا او شو معنى الكلام هذا يا اخوان؟ كلام بين واضح. راح تختار واحد من المسارات هاي، يا تختار كرويف او تختار بوشكاش. طبعا الاثنين راح يروحوا مقايضة، فما راح تفرق معك الا اذا انت بدك تحط واحد منهم بالتشكيله، هذا إشي يرجع لك. فراح تختار مسار واحد، انتبه، مش تمشي بمسار وترد تكمل على المسار الثاني، لا، مسار واحد عشان تخلص وتختار بطاقة من البطاقات هاي. وهيك يكون خلصنا القسم الرئيسي. وهذا كان يا اخوان كله القسم الرئيسي تبع الحدث. عملت لايك يا اخوان، اللايك الكومنت يدعمنا والله العظيم، يعني غير انا ما احشي دجاج محشي البلندور حبيبي والله. طيب خلينا نروح يا اخوان على القسم الثالث وقسم المكافآت. يا رعاك الله يا صديقي. اوه بوب هانا اذا تتذكروا قلت لكم بيست ومولر راح يكونوا بقسم المكافآت، كانوا قبل شويه بالقسم الاول اللي شرحنا عنه. يقول لك كتب لك الانتقال الى الفصل. هانا بس تكبس الانتقال الى الفصل بالقسم هذاك الاول راح تنتقل هنا يا صديقي العزيز. هان عندك الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع، وهان في عندك المتجر الرئيسي. هنا يا صديقي العزيز ودك تركز جدا جدا جدا. راح تختار واحد من مولر او بيست. طبعا مولر مش اوفر الحقيقي، هذا الاوفر يعني هو مرقين، والبطاقه مش باوفرها، مش اوفر 100. الاوفر الحقيقي بيست بالار دبليو. طبعا بدك تنتبه لشغله هان، بيست او مولر في عندك هنا راح يكونوا يا اخوان محتاجين 4800 توكن من توكن الحدث او من بطاقات الحدث. ودك تنتبه للموضوع جدا جدا جدا. ليش يا جاك؟ ما هو مش فارقه معي، راح اختار واحد منهم وغير قابل للبيع. لا، هان شو يقول لك؟ اذا لاحظت او اذا تذكرت باول المسار لما عند ميسي وكريستيانو راح تجمع من اللعيبه هذول 4 لاعبين. يعني يا تختار 4 من مثلا من المسار هذا او المسار هذا، تختار بغض النظر شو مكان المسار. هانا راح تختار على مدار الأربع أسابيع 4 لعيبة. كل أسبوع راح يكون في عندك لاعب. يعني إحنا الأسبوع الأول هسه تختار لك واحد، أنا اخترت بيست مثلا. الأسبوع الثاني راح أختار مثلا ينزل لعيبة جداد 2، تختار واحد منهم. جمعت ال4 لعيبة، راح تختار يا إخوان بعد ما تجمع 4 لاعبين على مدار ال4 أسابيع،
راح تختار ما بين ميسي وكريستيانو اللي شرحنا عنهم اول الحدث او اول مسار، او انك تجيب نسخ ماسكرانو. طبعا الاغلبيه راح يختار ميسي وكريستيانو، فودك تنتبه. هانا ما تقدر تجمع ميسي وكريستيانو اذا ما جمعت 4 لعيبه على مدار ال4 اسابيع، كل اسبوع لاعب من هان. فهانا القضيه شو تصفي عندك؟ هانا يا اخوان راح يكون في عندك، طبعا انتم شايفين هاي، راح ارفع الكام عشان تشوف 4800 توكن يا رعاك الله من توكن العمله تبعت الحدث. طبعا بغض النظر شو ما اخترت لاعب، المهم تجمع 4 لعيبه، يعني سواء الجهه اليمين او اليسار ما راح تفرق. فهان الفكره يا اخوان، انه راح تلعب كثير او راح تحتاج توكن كثير. راح نشرح كيف تجمع التوكن، فخليك معاي يا صديقي العزيز. عملت لايك يا اخوان، بدك تركز معاي وتعمل لايك كومنت يا قلبي، الله يسعد كل مش مشترك يشترك. خلينا نكمل ونروح يا جاك شباب، بدنا نوصل 10,000 قبل نهايه السنه يا اخوان، الله يسعدكم حبايب قلبي. طيب خلينا نكمل يا اخوان. وهان في عندك بالمسارات هاي طبعا المتجر المحدود، هان راح يكون في عندك المكافآت المضمونة، راح يكون في عندك لعيبة بأوفر 105 يا صديقي العزيز. وهان راح يكون في عندك طبعا في هان فتحتين، بدك تنتبه 150 توكن. وهان في عندك كوينز، هان في عندك نسخ ماسكرانو ب 600 طبعا. وهان في عندك كمان جواهر وقطعة نقدية ب 300 توكن. هان ودك تنتبه لما تصرف التوكن يا اخوان، وتكون حريص ودير بالك يعني، لانه البطاقات هاي راح تحتاج توكن كثير. 4800 احنا حكينا كل لاعب، فانتبه للموضوع، مش تروح تصرفهن مباشره. واحب انوه لشغله يا اخوان، حاول حاليا ما تصرف إشي. يعني حاليا مش تروح والله جاك والله اليوم لعبت الحدث خليني اروح افتح لي على مثلا افتح على لعيبه 105 معاي 300 400 توكن. لا، جمع حاليا، وراح نشرح لك ان شاء الله يا اخوان بمقاطع قادمه، راح اشرح لك يا صديقي العزيز وين راح تصرف التوكن وشو الافضل وشو الخيار لك، وبالنهايه انت تختار. لكن حبيت انوه لان احنا بدايه الحدث، فلا تستعجل، جمع توكن فقط، هاي نصيحتي وانت حر. وهان يا اخوان عندك المتجر الاعتيادي طبعا، هان في عندك لعيبه ب 20 توكن، راح يعطيك لعيبه من 70 الى 101. طبعا احنا عارفين انه راح يعطوك 101 يعني، فاهم كيف؟ قطعه نقديه وجواهر موجوده معنا هان زي ما انتم شايفين. طبعا انا قاعد اغير الكام عشان انت تشوف يا صديقي العزيز. فيعني انتبهوا من المتاجر هاي لانه الحظ فيها حبيب والله. هان يا اخوان على نروح على انجاز المجموعه، يقول لك اجمع قطعه توكن للاستحواذ على المكافآت. هان انت بس تجمع التوكن، يعني جمعت 3000 توكن من توكن الحدث، راح تربح قديش؟ راح تربح قطع نقديه. وهنا راح تربح المسار الثاني، جمعت 7000 راح تربح جواهر وقطع نقديه. وهلما جر، هان في عندك نسختين مسكران بعد ما تجمع 10000. والمجد الذهبي اللي هي هاي الصوره راح تكون عندك بعد ما تجمع 15000. طبعا هانا يا اخوان هذا هو القسم الثالث بالحدث. ونروح على القسم الاخير يا اخوان اللي هو المعرض. يا جاك اضرب يا جاك، اعمل لايك يا اخوان، شايفك طبعا هان يا اخوان في باكج هاي علاوه يوميه، راح يعطوك لاعب مجانا، او خلينا نقول لعيبه مجانا وتوكن وجواهر. نجمع ونقول اضرب يا جاك. طبعا الباكج يا اخوان اكيد يعني ما راح يعطوك لعيبه اساطير، هي جواهر وشويه كوينز ولعيبه بالسبعينات يا رعاك الله يا صديقي العزيز. هان راح يستعرضوا معاك لعيبه الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع، وراح يفتحوا تباعا كل اسبوع، راح يكون في لاعبين. وزي ما انت شايف عمك خلت منور يا الرود ابي لو تعرفوا قديش حق الرود يا اخوان. انا يعني انصدمت من سعره. راح نروح على السوق هسه، عندك بوشكاش وعندك مولر ولعيبه فان دايك 104، بوتريجينيو وموسيالا وغيره وغيراته. عمك مودريتش يا مودريتش ستيشكوف وبيرلو والرود خلت وما ادراك. يا الرود شوف بوشكاش لابس اسود مطقم والله. يا بوشكاش انا ودي خلت، اعطوني خلت، انا مسامحكم بالحدث كله والله. ونروح على المهمات يا اخوان. ومهمات المهمات اليوميه، مهمات الحدث طبعا زي ما انتم شايفين، مهمات اعتياديه لحدث البلندور. يقول لك العب 15 من تحديات الكره الذهبيه. طبعا راح تجمع توكن، راح يكون في توكن محترم بالمهمات، فلا تهمل المهمات، خلصنا اول باول. يقول لك اربح مكافاه اسبوعيه من في المتجر الرئيسي استاذ بلندور، يعني تفتح باكجات، تلعب مهمات، فوز في 15 مباراه في الديفيجن رايفلز، يعني مهمات اعتياديه فلا تهملها يا صديقي العزيز، لانه في نسخ ماسكرانو وفي باكجات وفي جواهر وفي توكن، اهم شيء توكن الحدث، فهذا اشي مهم.
طبعا يا اخوان ننوه على شغله مهمه، حدث حلوى او خدعه ما زال موجود، راح يظل مستمر، وحدث الاموات راح ينتهي يوم الخميس. فضروري جدا تلعب الاحداث هاي. ليش يا جاك؟ ما هو ضروري، بس هسه راح اقول لك. خلينا نروح يا اخوان على المتجر ما ادراك. عملت لايك يا اخوان، اللايك الكومنت. انت قاعد تشرب شاي يا عمري صحتين، اعمل لك لايك كومنت، سوي لك سندويشه. والله يا اخوان جعان اقسم بالله، ما يعني بعد ما فطرت وقاعد اسوي المقطع، فلا تنسونا من اللايك. الله يسعدكم حبايب قلبي. طيب يا اخوان خلينا نروح على المقايضات. وليش كنت اقول لكم العبوا الاحداث بشكل مهم؟ لانه يا صديقي زي ما انت شايف راح تقايض التوكن الحدث، البلندور. عندك هنا طبعا راح يكون في توكن العام، راح تقايضه بتوكن العام من توكن البلندور. وها راح يكون في عندك كمان كالعاده طبعا حدث الهالوين، راح تقايض ببطاقات الهالوين او توكن الهالوين بحدث البلندور. وهان في عندك كمان يا صديقي العزيز اللي هي التوكن، دائما انسى اسمها، نقاط التصريح، راح تقايضها بالبلندور او بنقاط البلندور. فهنا عشان هيك اقول لك العب المهمات. اذا معاك كوينز او معاك اشي من الاحداث القديمه اصرفها هان، ولا تصرف على الاحداث، لانه يعني ما ظل فيها إشي، الأحداث تقريبا خلصت أو الكل أنهاها. فهذا إشي مهم لا تنساه يا صديقي العزيز. وما زلنا بالمتجر يا صديقي العزيز، وهان في عندك كمية باكيجات ضخمة جدا يا عفو الله. شو هذا يا زلمة؟ يا جاك، طبعا كله اغلبه بالاف سي بوينت، وعندك باكيجات بالجواهر. يا جاك جرب حظك يا جاك. يا مارتينيلي، في عندك كان طبعا باكيجات، وباكيجات الغلابة اللي هي 3000 جوهرة. فحبيبي والله. فخلينا نشوف الحظ، وهل سيبتسم الحظ، ونجرب باكج الغلابه يا اخوان ب 3000 جوهر زي ما انتم شايفين. رفعت لك الشاشه او رفعت لك الكام عشان تشوف يا رعاك الله. ونقول بسم الله يا اخوان. واول باكج راح افتحه بحدث البلندور وما ادراك. اضرب يا جاك. يعني يا رب. البلندور والصف على الدور. مين هذول يا زلمه؟ طيب كيف جايين على البلندور هذول؟ يلا ماشي. اضرب يا جاك. فرحونا والله بعدني ما فطرت. يا ويلي على الوك اوت. مين هذا السي بي كاميرون؟ الهلال. تخيل. كولوبالي 101. يا اخوان والله الحظ نار اقسم بالله. بطاقة 101 حلوة، لا حلوة جد حلوة. يا كولوبالي، والله ما خذيت بالي. كولوبالي الهلالي، يولالي. يا الهلالي. كولوبالي وما أدراك بأوفر 101. يا كولوبالي. والله وين الدفاع يا اخوان؟ الدفاع. لا جاك انت مساوي اشي بالحظ. الحمد لله، هذا من فضل ربي يؤتي من يشاء. اللهم لك الحمد. يعني نعمة يا اخوان، نعمة. الحظ نار. روح جرب حظك، انا متاكد راح يطلع لكم اساطير. شباب اكتبوا لي بالكومنتات شو طلع لكم باكجات افتح باكج الغلابه و 3000 جوهره. نار الحظ. باذن الله يكون حظكم ممتاز وصاروخي وحراري ومتفجر وناري. ونروح على شيء مهم يا اخوان، نمط التحدي لا تنساه يا صديقي العزيز. طبعا انا لعبت نمط التحدي، خلصت الثلاثه الاولى. طبعا هاي نمط التحدي البلندور نزل اليوم مع الحدث. هان في عندك راح يكون في جوائز يا صديقي العزيز، لاعب من 84 الى 105 و100 جوهرة وقطعة نقدية. فلا تهمل الموضوع، يعني شو ما طلع لك لاعب خير وبركة. فالموضوع مهم، وانتبه لانه يتجدد. فالحق قبل لا يخلص. طبعا اللي ما لعب تحدي الفريق الافضل الحق لعبه، لانك راح تحصل نسخ ماسكرانو بالهبل حبيبي والله. والله جد. امبارح حصلت مش عارف 2 أو 3 نسخ شيء زي هيك. الحمد لله. فغير انا ما احشي دجاج محشي. اضرب يا جاك. والى هنا اعزائي المشاهدين نصل الى نهايه هذا المقطع الاسطوري. اتمنى يا اخوان اني فتكم، اتمنى انكم استفدتوا. ويا صاحبي ابعث المقطع لاصدقائك واقربائك للمهتمين بالاف سي موبايل، قول لهم يتابعوا جاك شوت عشان يعرف يشوت. لا يلا ماشي. شكرا لكم يا اخوان. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك اول باول يا صديقي العزيز المقاطع الاسطوريه. ولا تنسونا اللايك والكومنت يا اخوان عشان نوصل المقطع هذا ل1000 لايك. دعمكم مهم واشكركم من كل قلبي. شكرا لكم، احبكم كثير. التقيكم ان شاء الله في مقاطع اسطوريه قادمه. فالى هنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم جاك. سلام.